شرب السجاير حرام كشرب السجاير، لكنها لا تفطر. لا تفطر لا تفطر. عارف زي ايه؟ انت بتعمل باربيكيو بتشوي حاجه والدخان دخل جسمك، هل انت فاطر؟ لا مش فاطر. ليه؟ لان المفطرات الصيام من اكل او شرب عامدا ده مضطر، ده الدخان ده مضطر، زي المرأة اللي بتقعد قدام الطبيخ بتاعها. انا بقول انا رايي ان هو محرم لانه ده من الخبائث، لكن هل هو من المفطرات؟ لا هو مش من المفطرات لانه له اكل وله شرب زي دخان الشواء. ان سبحان الله السجاير اللي هي السجاير قال عليها انها حرام. البنا كان حل لا سيبك من البنا، انا بتكلم على الشتاء عشان الناس بس تفهم. جمال البنا. المشكله ان هو قال لك السجاير حرام قطعا مع ان مفيش دليل عليها انها حرام. اما الخمر انا بقول لك ايه؟ انا قلت ايه؟ اسمعني. انا بقول رايي على اساس انما الخمر مكروه. عبد الله لحظه يا دكتور عبد الله، والخمر مش من الخبائث. استاذ وليد عبد الله مرسى مطروح اتفضل. لكن تقول لي احرمها من غير نص يبقى يعني انا بس سؤال والله عشان بس الناس العامه، قول الزور مكروه ولا حرام؟ بص قول الزور مكروه ولا حرام؟ سيدنا النبي قول الزور مكروه ولا حرام؟ اسمع كلامه فيه يا سيدي. سيدنا النبي خلينا في صلى الله عليه وسلم. لا انا معلش سيدنا النبي قول الزور حرام ولا مكروه؟ توضأ بالخمر ولا لا؟ سيدنا النبي توضأ بالخمر ولا لا؟ رد عليا انت بقى لو انت عندك علم. ثواني سيدنا النبي توضأ بالخمر ولا لا؟ ايش دخل الوضوء؟ ثواني ايش دخل الوضوء في الشرب؟ شرب الخمر ولا لا؟ لا النبي حرام عليك. اتق الله. النبي غير الخمر. يبقى انت تفهم. بص بقى عشان تعرف انه مش عارف حاجه. خلي الناس بتوعك يخشوا على جوجل دلوقتي ويكتبوا النبيذ ده انت بتشربه في رمضان اصلا. النبيذ في اللغه لا عندما يتخمر. يا وضح المساله دي بس. النبيذ هو بيقول ان هو مش النبيذ ده اللي احنا بنشربوه كل يوم في رمضان، ده نبذ شيء طرحه. ان انت لما بتلبس حاجه يعني مثلا تحط ايه؟ في اللغه الانجليزيه الواين بتحط الزبيب مثلا مع التمره، ده اسمه نبيذ. لكن لما تسيبه يتخمر ويتحول لخمر ساعتها بخمر. لا في اللغه النبيذ خمر، نبذ الشيء طرحه. طيب هناخد فاصل بسرعه وبعدين نحسم موضوع النبيذ ده خمر ولا مش خمر. انه تنصر ومع ذلك يعني استاذ مصر، ومع ذلك انا عايز اتجاوز هذه النقطه. قبل الفاصل كنت حضرتك بتتكلم انه عن موضوع النبيذ. نعم في الاستاذ وليد مصر انه النبيذ النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقى اشرح النقطه دي. النبي صلى الله عليه وسلم ارجع لك. النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ غير الخمر. النبيذ ده انت ممكن تعصر تفاح ممكن تعصر عنب وتشربه. لكن لو سبته يتخمر خلاص اصبح خمر. رايك انت ده النبيذ وكلنا بنشربه النبيذ. لكن هو بيقول النبيذ هو الخمر. لحظه يعني انت بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيشرب خمر؟ مش بتهم يا اخي. خلاص انت تقعد ساكت. ما تتهمش. انا اللي بفهمك. انت اتعلم اقرا الحديث الاول في النبيذ وفي الحديث في